كعك الأساور بالطحين والسميد هش ولذيذ وناجح، إن شاء الله رح تعتمدوها. 3 أكواب طحين، كوب سميد ناعم جدا، كوب ونص سمنة دافية. بفرك المواد الجافة مع السمنة لتتشرب المادة الدهنية تماما بهاي الطريقة، وهيك رح يكون قوامها. بنتركها بحرارة الغرفة من 12 ل 24 ساعة لتتفتح حبات السميد. وهلأ بنضيف باقي المكونات: الحليب البودرة، السمسم والمحلب، اليانسون، الشومر، ودقة الكعك، البيكنج باودر والخميرة الفورية. ما كترت من البهارات عشان لون العجينة يضل فاتح، بقية البهارات رح أضيفها على العجوة. الحليب عنا رح يكون دافي ورح أضيفه بالتدريج ومنعجن بأطراف الأصابع. بعد ما تتشرب السوائل بشيك عليها، إذا لقيتها بتفرط بهاي الطريقة يعني لسه محتاجة سوائل، وبرجع أضيف حليب بالتدريج وبعجنها. أخذت معي تقريبا كوب وربع حليب، وهلأ بختبرها إذا تشكلت معي بكل سهولة بدون ما تشقق أو تتفتت يعني صارت جاهزة للشغل مباشرة. وللعجوة رح أضيف بقية البهارات: دقة الكعك، اليانسون والشومر، معلقتين سمنة، بعجنهم وهيك صارت جاهزة. بالنسبة للتشكيل ممكن نشكلها أساور مثل الفيديو أو بالقوالب حسب الرغبة. وبعدين بنخبزها بفرن محمى مسبقا على حرارة 180 من الأسفل من 5 ل6 دقايق لتتحمر، بعدين بشغل عليها من الأعلى. ما بقدر أوصف لكم يا جماعة قد ايه الريحة بتشهي وطعمها جدا خرافي، لازم تجربوها.